الخيرات ومرحبا بكم في قناتكم قناة لوندا دي زاد شمس الحياة. اليوم كما شفتوا في التيتر بيان سور قبل ما تدخلوا للفيديو اكيد على بالكم واش راكم رايحين واش راهو يستنى يعني في الفيديو هذا واش انا راح نقدم. كاين اللي ما يعرفوش القناة ودخلوا غير كيما ويشوفوا عجبهم المحتوى. نتمنى انكم تشتركوا وبهذا انكم تدقوا على الجرس حتى يلحقكم او يصلكم كل جديد من فيديوهاتي، وهذا تنضمون وبهذا تنتمون الى الصفحه وتولوا من الاصدقاء، تنضمون لقائمه الاصدقاء لفلور. مرحبا بكم كاملين بجدد بالقدم، والقدم نقول لهم تحيه لكم كاملين، ويدوم التواصل ان شاء الله دائما التفاعل بكل مصداقيه. وفوالا دونك واش نقول لكم باللي اليوم جبت لكم موضوع، وايضا راح نتعلموا من واحد الكلمه اللي مفهوم نتاعها راح اليوم جبت لكم الصحيح. ما معنى كلمه جعدي؟ ما معناتها؟ وش معناتها في القاموس العربي؟ كاين بزاف كلمة جعدي متداولة معروفة تمشي الهضرة هذه، وهي يعني هي مجرد يعني معايرة، يعني واحد ما يعرفش يلبس يقولوا عليه باغ اكزومبل هذاك فلان ما يعرفش يلبس جعدي. شكون اللي ما يعرفش يلبس باغ اكزومبل هذاك اللي يلبس شغل ان درابو ولا لي كولور نتاع او الالوان اللي في العالم، علم تاع البلاد، هو الانسان اللي ما يعرفش يلبس، يعني ما عندوش هذيك ما عندوش لا كلاس، ما عندوش ماشي كلاس، ماشي انسان الانسان اللي ما يعرفش يتحف روحه. فوالا دونك انسان جعدي ولا جعديه. باغ اكزومبل وحده اللي تروح للعرس وثان تروح تلبس باغ اكزومبل نروحوا للبسه المظهر الخارجي، باغ اكزومبل يقول لك هذيك جعديه. علاش؟ باسكو ما زالت في القديم، باسكو ما حبتش تتجدد، ما حبتش تغير، ما حبتش تمشي مع الوقت. جعديه. فوالا هما بالنسبه لبعض الناس يعني في المفهوم تاعهم هو جعدي يعني نسبه الى اللي ماشي متقدمين، اللي ماشي متطورين، اللي ماشي مديفلوبين، الناس اللي مازالهم في القديم، الناس القدام، الناس اللي ما حبوش يدخلوا في الحضاره، اللي ما حبوش يواكبوا العصر، الناس اللي جابدين روحهم، الناس اللي ما حبوش يدخلوا في فوالا. ولكن كلمه جعدي هي نسبه الى الشعر المجعد، يعني في المفهوم نعم. في معنى يعني القاموس العربي كلمة جعدي نسبة إلى الشعر المجعد، بمعنى الشعر اللي يكون مكشرد هي الشعر يعني اللي يكون كثيف بزاف ويكون مكشرد ويكون قفة كما احنا نقولوا، ويكون معمر ويكون مخبل ويكون سلكه ويا ربي وتسلكه، ويكون الشعر كيما هذيك الشيطان تاع الحديد. فوالا دونك الشعر اللي يكون الله يبارك ما عندك ما تسلك يسلك يسلك، هذا هو كلمة جعدي. أيضا الجعدي هو الشخص الذي عنده قليل اللحمة في الوجه، والإنسان اللي عنده وجه مستدير، وأيضا نسبة إلى الشعر كما قلت لكم المجعد المكشرد فوالا واللي يطموه. فوالا دوك المكشرد المجعد او الجعدي اللي عنده شعره كثيف ومخبل بزاف ويلمو فوالا يطمو، هذا هو الجعدي. فوالا دونك ما عنده حتى صله مع اللي ما يعرفش يلبس ولا اللي ما يعرفش يهدر ولا ماشي متقدم تو سامبلومون. فوالا ان شاء الله نكون نورتكم بهذه المعلومات وخليتكم في الامان، والى اللقاء. استنوني في فيديو اخر ان شاء الله. كنت في قناه لوندا دي زاد شمس الحياه، اللي حب يدير لايك يدير، اللي ما يحبش الله يسهل عليه. سلام.